إذا لم تستحي فافعل ما شئت. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا ويا رب تكونوا بخير. اخواتي وحبايبي، اتمنى اللي يتفرج على الحلقه يعمل اشتراك في القناه ويفعل زر الجرس ولايك وشير على قد ما تقدر عشان المحتوى يوصل لكل الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا حلقه جديده. النهارده عندنا اخبار كتير جدا وعندنا حاجات حصريه للقناه عندنا، ولكن نبدا ب يعني عنوان الحلقه: اذا لم تستحي فافعل ما شئت. خلونا بس الاول نقول نتيجه الزمالك يتعادل مع المقاولين العرب نتيجه 0-0، وتعادل سلبي في مصلحه طبعا النادي الاهلي. الزمالك طبعا الاحصائيات، نسبه الاستحواذ بنتكلم في 70-30 للزمالك طبعا، والشوط على الجون 11 قصاد 5 للمقاولين. اون تارجت شوطه واحده هنا وشوطه واحده هنا. ده يبين لك قد ايه ان الزمالك، انا لسه قابله مستني والله اليوم اللي قابل فيه الماتش ازاي، اتفرج على ماتش الزمالك والاهلي ونشوف هيحصل ايه. ولكن خلونا بقى عنوان الحلقه: واذا لم تستحي فافعل ما شئت. الاهلي بيغلب فاركو بنتيجه كبيره 4-1. طبعا ده عادي وطبيعي جدا ان ده يحصل، ولكن بنشوف بقى حالات تحكيميه غريبه رهيبه. 4-1 الواحد ده كان هو سبب المشكله في اخر الماتش، والجدل اللي حصل بعد الماتش واثناء لحظه طرد محمد هاني. كابتن محمد معروف، بقيت معروف خلاص زي ما قلنا قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، ان اي حد بيلاعب الاهلي، لعيبه قديمه، لعيبه ما جديده عايزه تيجي النادي، حكام، جهاز فني، مدير فني، ايا كان حد بيلاعب او بيقابل الاهلي بينفش ريشه. فكابتن معروف، بقيت معروف كده تمام، احييك. آه، طبعا نتيجه 4-1 نتيجه عاديه، وهو ده اللي احنا توقعناه. 95% من التشكيل اللي احنا قلناه قبل الماتش هو ده اللي حصل. فاضل بقى بيكم ينزل وديانج ده ما يمشي، ما يخرجش يا جدعان. بس انا حاسس بقى ان اللي حصل ده او التشكيل ده، ان المدير الفني لسه والله محتار ان هو يثبت تشكيل. ولكن شوف تعديلات بسيطه، انت ريحت قفشه واحمد رضا وما نزلتش طاهر او ما خليتوش حل معاك، وكسبت تشكيل وطريقه اللعب، واللعب من الاطراف او الاجناب عن طريق الوينجات. هو ده الكور كلها، انت الاجوان كلها بتاعتك انت جايبها من عرضيات. هو ده لما الفرق بتقابل فرق زي دي، فرق وسط الجدول او الفرق اللي بتصارع كمان على الهبوط، هتلاقيهم متكتلين ورا. العب بالطريقه دي، عرضيات، هو ده الحل. لما تلعب بقى زمالك، الاسيوطي، المصري، فرق اسماعيل، الفرق اللي هتجاريك في اللعب، اتحاد السكندري، الفرق دي القويه دي، العب براحتك، جيم مفتوح والعب واعمل اللي انت عايزه. هيجوا معاك وهتودي وهتروح وهتجيب وهتنفذ اللي انت عايزه. ده بالنسبه لماتش الاهلي وفاركو. انت الاحصائيات بتاعتك بتقول 12 الاستحواذ الاول بتتكلم في آه، نسبه 63 ل 37. ده طبعا طبيعي جدا. شوت 12 قدام 9، اون تارجت 6 قدام 2. انت من الستة جبت 4 اهداف، فدي حاجه كويسه جدا. تخيل بقى ان في حاجه غريبه جدا، انت ما جالكش ولا كورنر طول الماتش، ودي حاجه غريبه برضه. ده يبين لك برضه قد ايه ان انت لسه ما مش بتلعب على، مش مركز قوي على الاطراف. انت لسه برضه الوينجات بتوعك او الاظهره بتاعتك ما بتلعبش بشكل كبير، مش مركزه على الاطراف، ومع ذلك انت برضه لعبت وعرضيات وبتاع وجبت اهداف من العرضيات. ولكن انك انت ما يجيلكش ولا كورنر في الماتش دي حاجه غريبه جدا طبعا. وايه زائد الطرد بتاع محمد هاني واللي هنتكلم عنه.
رئيس لجنة الحكام يلوم محمد معروف بعد طرد محمد هاني. بصوا يا جماعة، زي ما قلت قبل كده، أي حد هيقابل الأهلي هيبقى جاحد، هيطلع أقصى حاجة عنده. ماشي يا كابتن معروف يا دكتور، حضرتك راجل مدرب أو راجل تربوي، بتعلم أو بتربي الناس، مش في الملعب حضرتك. الكلام ده في الكلية عند حضرتك. والحوار كله بيتلخص في نفس القصة: أنا هبقى الترند بتاع الماتش. أي حد بيلعب قدام الأهلي عايز اسمه يتذكر. خلاص بقى أهو قلناه، كابتن معروف بقى معروف. إيه بقى؟ يعني كورة ملهاش لازمة خالص. أنت حقك، هو على فكرة من الناحية دي قانوني، هو ما غلطش كابتن معروف. ولكن الكلام ده حضرتك لما نكون 3-2 والفرقة اللي قدامي آه في خطورة منها عليا، وانا هبتدي اضيع وقت، في الحاله دي انت كده نفذت القانون 100%. ولكن هنا في حاجه اسمها روح القانون. انا الراجل محمد هاني، والكلام اللي انا بقوله دوت جايبه من كابتن سيف زاهر لما طلع قاله، او لما قابل محمد هاني وقال له ايه اللي حصل بالتفاصيل، انا بحكيه يعني، انا ما بجيبش حاجه من عندي برضه. ان الراجل في الكوره بتاعت الجون بتاع فاركو اللي انا قلت لكم عليه، محمد هاني بيقول للحكم بما انه كابتن الفريق برضه: يا كابتن في مخالفه او في فاول، خطأ على لعيب فاركو قبل الهدف. فقال له ما تتكلمش، فيما معناه مالكش دعوه. فبيتكلم معاه بطريقه مش ما تليقش بكابتن النادي الاهلي. يعني يا كابتن معروف، والله دوت لو كابتن نادي الزمالك هتكلمه بنفس الطريقه. سيبكم من نادي الزمالك، ده لو حسام غالي هتكلمه بنفس الطريقه، والله ما هينفع. مش هتعرف يعني اللي هو، ولا عشان محمد هاني مؤدب وهادي وطيب ومالوش قاعده جماهيريه عريضه زي زي كباتن النادي الاهلي، زي كابتن حسام غالي والكباتن، وزي كابتن الشناوي والناس دي. ما هو انت يعني الواحد مش عارف بجد يقول ايه. فبيقول له يا كابتن ما تكلمنيش بالطريقه دي بعد اذنك، فراح مطلع له انذار. قال له في غلط، بيقول له مالكش فيه، مش عارف، خد انذار والمره الجايه طرد. فبرضه في كوره تانية بيتكلم معاه قال له خلي بالك الطرد قريب. فجت الكوره بالدقيقه 90 بيخرج هاني معاه شارت الكابتن، فبيدور مين؟ كريم فؤاد. فبيديله الشاره وبيجري من نفس الاتجاه. يعني لو حسبتوها الاقرب لهاني في اللحظه دي هتلاقوه ان هو يخرج من نفس مكان التغيير، مش من الناحيه التانيه. فدي طرد. خلاص انا خدت الترند اللقطه. ايه يا جدعان في ايه؟ هاني مش مصدق او مذهول ايه اللي حصل. لا احنا بقى بندعم هاني وبندعم قرار النادي الاهلي في انه يقدم شكوى. وعلى اساسه بناء عليه الشكوى لما اتقدمت، ناس طلعت قالت ان الكابتن هيتوقف كام ماتش ومش هيحكم تاني للاهلي. لا حكم عادي، ما عندناش مشكله، بس بلاش تعصب. يعني احنا، انت راجل يعني راجل مدرس في التربيه في كليه التربيه، في حاجه عندكم اسمها علم نفس تربوي في الكليه، اكيد حضرتك درستها او بتدرسها او تعرف حاجه عنها. نفسيا ده مش صح يعني. اللعيبه يا جدعان عايزه تتعامل نفسي قبل، لعيبه مصر بالذات نفسي قبل ما تكون فني. فالحاجات دي بتفرق. فكان قرار خاطئ جدا من كابتن الحكم معروف. خلاص هو كده بقى معروف، ما ماشي ما علينا يعني. اما نشوفه بقى في ماتشات الزمالك هيعمل ايه، وماتشات الاسيوطي هيبقى عامل ازاي برضه. الاسيوطي داخل في السكه. فما علينا يعني. احنا واخدين على ده، احنا واخدين على ده. اي حد عايز يطلع لفوق او يبقى على لسان الناس يعمل عكس ما هو متوقع قدام النادي الاهلي. وادي تقرير تلفزيوني عبر قناة الاهلي، تفاصيل ما قاله اوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة مع محمد معروف الحكم، واثير الجدل بشكل لافت خلال ايام بعد طرد محمد هاني. وقدم بعدها النادي شكوى لجنة الحكام ثم اعلنت العقوبة. طبعا العقوبة الناس شايفاها ان هي باللوائح اقل عقوبة، يعني اللي هو ماتش يتوقف ماتش بما انه خد انذارين وغرامة 2500 جنيه. تمام. ولام رئيس لجنه الحكام محمد معروف على محمد معروف بان المباراه كان الاهلي فيها منتصرا برباعيه، و ولا مجال في ذلك لتضييع الوقت
انا مستغرب. وكان عليه ان يدير الامر بحكمه واداره اكثر من ذلك. هو ده اللي انا بقوله بقى، علم نفس تربوي، ان انت الحكمه بتقول ايه. انت دلوقتي خارج، يعني انا مفيش اصلا جمهور لفاركو يهيص عشان تطرد لعيب زي في وضع زي ده. والله العظيم، امال بقى لو في ماتش متقفل وحصل كده، برضه مش هتطرده علشان جمهور النادي المنافس هيثور، او جمهور النادي صاحب اللعيب ده هيثور عليك. فانت كان يعني لو كفاركو ليه جمهور هترفع ايديك بالساعه، هضيف لكم الوقت ده اللي هاني بيضيعه. انا يعني اي حكم ما بيتمناش ان هو يفضل يطلع انذارات وطرد عمال على بطال. انت لازم تكون شخصيتك اقوى من كده يا كابتن معروف. فتمام. ف وشدد رئيس لجنة الحكام بأنه لابد أن يكون هناك فن لإدارة مثل هذه المواقف، خاصة أنه لا يتحمل كل ذلك. تعصب وحش يا كابتن معروف، أيا كان انتمائك إيه. إحنا عارفين كلنا إنك زملكاوي، ونتنططت وهيصت لما الزمالك جاب جون في ماتش أنت بتحكمه، وده ما ينفعش. فما علينا، ما تجيش بقى على لعيبة الأهلي عشان خاطر بجد اللي هيجي علينا مش هيربح من الآخر. وزي ما يعني الواحد بيقول، يعني الموضوع مش مستاهل والله. بس ما علينا، يعني دي انتوا عرفتوا الموضوع فيه ايه. يعني انتوا اي حد بقى خدوا من ده كتير. اي حكم او اي حد عايز يظهر ويبقى لسه على لسان كل الناس هيعمل دوت قدام النادي الاهلي يعني. آه، اخر حاجه بقى، الاسيوطي يتعادل مع المصري 2-2 تسهيلا لنقل او انتقال الدوري او درع الدوري للجزيره. طبعا انا بقول الكلام دوت سابق لاواني طبعا. اللي يقول كده يبقى مجنون. بس انا شايف ان اي فريق عايز ينافس على البطوله ما يفكرش ان هو يضيع نقط. بس يعني ما علينا، الزمالك يتعادل مع المقاولين، اسيوطي بيتعادل مع المصري. فالواحد يعني الحمد لله بتجيله فرص كويسه في البدايه اهو، عشان الفرقه تاخد نفسها وتلعب بدون ضغط. فالحمد لله الضغط بيتشال من عند ربنا. يعني بتشوف اول ماتش مع مودرن سبورت، الاهلي بيتعادل، الكل صار وقال لك فرقه المليار ومش عارف ايه وتعادلوا. طب ما هو انتوا بتتعادلوا عادي. الزمالك يتعادل والاسيوطي بيتعادل ماتشين ويكسب ماتش. الاسيوطي بيتعادل 2-2. بيحرز الفرق الاهداف للاسيوطي فريق اسمه دا سيلفا، لعيب اسمه دا سيلفا، ومحمود مايلي اللي هو كان فيستون مايلي، لانه اسلم محمود بقى اسمه محمود مايلي. احرز الاهداف للمصري عبد الرحيم دغموم و عمر الساعي ابننا، اللي كنا نتمنى ان هو ما يخرجش اعاره ولكن خرج عشان يثبت نفسه ويرجع تاني. هو ده بقى اللي احنا عايزينه. ما تثبتش نفسك في ماتشات الاهلي بس، اثبت نفسك في اي وقت في كل مع كل الفرق عشان ترجع تاني. تمام. اخواتي وحبايبي، اتمنى من ربنا الحلقه تكون عجبتكم، ويا رب دايما تكونوا بخير. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد والفيديوهات الجديده اللي انا بعملها. اتمنى دعم القناه يا جماعه، والله الواحد بيتعب في الفيديوهات دي. اتمنى تدعموا القناه باشتراك في القناه وشير ولايك على قد ما تقدروا، علشان خاطر المحتوى يفضل يعلى والقناه تفضل مستمره ومكمله باذن الله. اشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم.